تخيل بعد كم سنة تلاقي كل البيوت شغالة بتطبيق وبضغطة زر واحدة تشغل النور أو تطفيه. حتى لو قلت إن معظم الحاجات هذه الآن تشتغل بالطريقة دي، أنا بكلمك عن واقع مختلف. أنا بكلمك على كل الحاجات اللي حواليك ممكن تتحكم فيها من الموبايل وتشتغل عن بعد. وبالمناسبة ده في عالم التكنولوجيا اسمه إنترنت الأشياء IoT. إيش هو إنترنت الأشياء؟ إنترنت الأشياء هو عبارة عن ربط الأجهزة بالإنترنت للتحكم فيها عن بعد. ممكن الأجهزة دي تكون أجهزة منزلية أو إضاءة أو معدات عسكرية أو حتى آلات تصنيع. أي شيء حوالينا ممكن يتصنع ونربطه في الإنترنت. إنترنت الأشياء مش جديد، إحنا بدأنا نشوفه في السنوات الأخيرة في المنشآت العسكرية، خصوصا في استخدام الأسلحة زي الطيارات المسيرة اللي هي الدرونز اللي بتستخدم الآن في التصوير الجو عن بعد. وبعد ما الشركات اهتمت بتطوير إنترنت الأشياء، بدأنا نشوفه يدخل في مجالات كثيرة جدا، وبدأنا نشوف ناس يستخدمونه في بيوتهم بالفعل الآن. وكثير مننا بيسمع عن السمارت هوم اللي صارت منتشرة. ممكن يكون في بالك سؤال: كيف أوصل الموبايل بالمروحة أو بأي جهاز من أجهزة البيت؟ أولا، علشان تعرف تشغل أي جهاز وتتحكم فيه عن بعد لازم يكون فيه شوية شروط، وخليني أقول لك العوامل اللي ممكن تخليك تتواصل مع الأجهزة وتتحكم فيها عن بعد. العامل الأول، لازم الجهاز يكون فيه شيء يقدر يربطه معك زي البلوتوث أو الواي فاي. العامل الثاني، لازم يكون فيه قابلية إنه يخزن البيانات عشان يعرف بعدين يعالجها ويعرف أنت إيش بالضبط. العامل الثالث، الأمان، وهذا مهم جدا. من غير الأمان ممكن تكون في خطر كبير. ولو مش عارف كيف، خليني أعطيك مثال. افترض كذا إنك في بيت ذكي سمارت هوم والبيت ما فيهوش حماية. أي هاكر بسهولة ممكن يدخل على الشبكة ويقفل عليك الأبواب أو يزود أو يقلل عليك الحرارة أو يشغل الأجهزة عليك بشكل غير طبيعي، وده طبعا ممكن يؤدي للانفجار. علشان كده عامل الحماية مهم جدا. العامل الأخير اللي هو اليوزر انترفيس، وهو عامل مهم للتحكم في الأجهزة. كل جهاز تشي تتحكم فيه لازم يكون له تطبيق عشان تعرف تتحكم فيه من جهازك. مستقبل إنترنت الأشياء واعد جدا، ومع تطور الذكاء الاصطناعي وشبكات ال 5G حنشوف تطورات رهيبة زي ما كنا بنشوفها في أفلام الخيال العلمي. حاليا بنشوف درونز بتتحكم فيها عن بعد وبتصور من مسافات بعيدة. ممكن يكون البعد بين المتحكم والدرون مسافة تصل لأكثر من 1850 كيلومتر، وده طبعا ما بيكونش عن طريق الواي فاي لأنه ما فيش واي فاي بيشتغل على بعد 1850 كيلومتر، لكن ممكن يكون في أقمار صناعية. وفي النهاية إنترنت الأشياء مش مجرد تكنولوجيا، دي رؤية لمستقبل أذكى وأسرع. وكل تكنولوجيا جديدة بتظهر بتوفر وقت وجهد للبشرية وبتختصر طرق كثيرة، بتخلينا نعيش في رفاهية ما كانتش موجودة عند الأجيال السابقة. إنترنت الأشياء حيفتح آفاق جديدة للابتكار وحيغير الطريقة اللي بنعيش فيها. وأخيرا، لو نفسك تتعلم وتواكب التغيير ده وتكون من مطورين هذا المجال، ممكن نساعدك هنا في بايونير انك تلاقي الجامعة اللي ممكن تدرس فيها هنا في ماليزيا. ما تنساش انك تسوي لايك وتشترك في القناة، وما تنساش تشارك الفيديو مع اصدقائك المهتمين بمجال التكنولوجيا زيك. سلام.